يلا نعمل البطاطس الويدكس اللي بتتقدم في المطاعم، تقدروا تعملوها جنب اي اكله. هنعملها في خطوه واحده بدون سلق ولا تحمير، هتطلع معاكم لذيذه جدا، طعمها بجد كان خطير ومستويه من جوه. اول حاجه هنستخدم حبيتين من البطاطس، غسلتهم كويس وهمشي السكينه عليهم خفيف عشان لو في اي شوائب. بعد كده هنبتدي نقطع البطاطس، هقسمها من النص وبعد كده هقطعها قطع متوسطه متساويه، تكون القطعة سميكة شوية. هغسلهم بقى كويس بالمية واصفيهم. هحضر البهارات اللي هستخدمها، معلقة صغيرة من الملح والفلفل والثوم البودر والبصل البودر والبابريكا والزعتر وكزبرة ناشفة ومعلقة صغيرة من الثوم المفروم ومعلقة كبيرة زيت. هقلب التتبيلة دي كويس جدا مع بعض بالشكل ده، وبعد كده هنزل بقطع البطاطس اللي احنا قطعناها، هقلبهم بقى كويس. هدمج المزيج ده كويس جدا مع بعض لحد ما كل البطاطس تتشرب من التتبيله بالشكل ده. وبعد كده الصينيه اللي احنا هنحط فيها البطاطس هحط فيها معلقه كبيره من الزيت، هدهنها كويس من جميع الجوانب، وبعد كده هنزل بالبطاطس هفردها كويس في الصينيه. وبعد كده هجيب ورق فويل هغطي بيها الصينيه، هغلفها من جميع الاطراف، وبعد كده هدخلها على فرن سخن الرف الوسطاني درجه حراره 200 لمده نص ساعه. وبعد كده هشيل الفويل واشغل الشوايه لمده ربع ساعه، هتطلع معاكم بالشكل الخطير ده، بجد كان طعمها يجنن. هنديها كمان رشه من البقدونس بالشكل ده، شايفينها بقى متماسكه من بره ومستويه من جوه، والتتبيله كانت مميزه جدا، اضافت طعم وريحه تحفه. لازم بقى تجربوها وتقولوا لي ايه رأيكم.